غادي توقف وتكمل الفيديو حتى للتالي، حيت هذا الفيديو ماشي بحال كاع الفيديوهات. واش ما توحشيش ديك اللحظه فاش كنتي كتفيق كتلقى الوالده ديالك موجده لك الفطور باش تمشي للمدرسه، كنتي كتلاقى بصحابك في المدرسه، صحاب اللي ما خليتي ما درتي معاهم، ما كاينش شي لعبه ما درتوهاش، ترين بول بي بلاي، ما كاين لا تليفونات لا بيسيات لا حتى حاجه من هادشي ديال دابا. كان الحلم ديالك هو تفرج في دراغون بول ولا طوم جيري. في العيد كانت كتجمع العائلات وكيتلاقاو ولاد وبنات ديال العائله، كتجمعوا في بيت كتعطيوها غير القصص والضحك، الناس كبار حداكم كيدويو في السياسه، كنتي كتنعس كتفيق بلا حتى شي هم. من بعد ما دوزتي الطفوله بقيتي لقيتي راسك هزوك وحطوك في الكوليج، تما ليت تماك ايام اخرى، الصحاب اللي كيكونوا كثار في ديك الوقيته، الحياه اللي كتكون حلوه وزوينه. كان خاصك غير تنجح باي طريقه، ما تابعك لا مسؤوليه ولا مأموريه، سارح وسط الحياه كتستمتع بالحياه ديالك، بنات كره تسركيل فري فاير، الحياه غاديه بواحد النظام يا سلام. من موراها كطيح في السطاج ديال فاش كتسالي قرايه، هنا بحال فاش كيسرقك شي واحد، الحياه ما بقاتش مريحه، والديك داير لك الطياره باش تخرج وتخدم فيما جاب الله، ما على بالهمش بلي الحياه صعابت وماشي غير اجي وخدم. كدور وجهك كتلقى راسك وليتي مبلي في فيسبوك واتساب تيك توك، ما لاقيش صحابك باش تعاودوا تعيشوا بحال ديك اللحظات، صحابك اللي دوزتي معاهم الطفوله والمراهقه ما بقاتش كدوز لك الجلسه بلا تليفون ولا حتى شي تاثير خارجي. تخيل معايا، كاين اللي تشد في الحبس، كاين اللي حرق، اللي تخرج، كل واحد فين مشى وانت بقيتي حاصل في ديك القوقعه، كتقول كل نهار غدا يكون احسن، الغد ليه كيتعاود نفس السيناريو. شنو وقع باش مشات هاد الانرجي كامله؟ شنو وقع باش لقيتي راسك في هاد المحنه؟ خسرتي بزاف من صحابك اللي ولاو دابا واحد حاقد على الاخر غير في ستوريات، بحال ما كنتوش في هاد الوقيته كتخرجوا كتلعبوا ماتش كوره، واخا كان كل واحد معطوب نجيه، واخا هكاك عمر هادشي اثر عليكم. دابا كل واحد غارق وسط الدنيا، كيشوف الدنيا كتحطم قدامه، الاحلام ديالو كحلا وسط جبل مظلم. حنا ناس عاديين، حنا هما الساس المجتمع اللي نسانا وخلانا نتفرقوا من بعد ولا بعضياتنا، لدرجه غير باش يقول السلام لشي واحد في الزنقه كتشوف نص عين وتضرب الحساب فوقاش يشوف فيك باش تردها عليه، ولا ما شافش كتزيدو تقلبها السلسال. واش هادشي كان قبل من السوشيال ميديا، قبل التطور العلمي والحضاره اللي حنا فيهم دابا؟ الوحده، الفراغ، ديبرسيون، العالم اللي كل واحد فينا كيتضاد مع الاخر باش يشوف شكون فيهم عايش حياه احسن من الاخر، شكون اللي حقق الحلم الاول باش يبان حدا 10 عام قدام. هي ما تكون خالقين السعاده من والو، هي ما كان بنادم كيسلم على واحد ويحتفل معاه واخا ما كيعرفوش، هي ما الترابط اللي كان بين الناس قبل من السوشيال ميديا. هذاك الاحساس ما كاينش شي حاجه اللي غادي تعوضه، ما كاينش شي مبلغ اللي غادي يتحط في الكونط بانكير ديالك ويعوض داك الاحساس. بنادم كيبغي يخرج من هذا الشيء كامل ويتبلى بشي جوان اللي يقدر ينسيك في راسك غير باش تبقى تفكر وتفكر وتبقى تفكر. فاش غادي تفكر؟ واش حياتنا كامله غير تفكير وتفكير بلا حتى شي معنى؟ هذا الشيء اللي كيضر في الراس. راه الناس ولاو فيهم امراض نفسيه اللي ما عندهاش علاج. كتلقى الواحد فريمون حاقد على البيئه ديالو، حاقد على الوضعيه وعلى والديه، شنو اخر باقي ليه باش يعيش على قبله؟ الناس اللي عايشين القوه ما كيشوفوش هاد الناس دراوش كيفاش كيعانيو. الطمع والانانيه اللي دمرت العالم. ضحينا بايام الزمن الجميل باش شنو؟ باش نعيشوا هذا الزمن الحضاري، وحنا كنخلصوا الثمن غالي. مرحبا بك في العالم اللي تقلبت فيه الموازين، بيدوفيليا، المثليه، الفساد بالعلالي في البلاد الاسلاميه، غلاء الاسعار، نسبه الطلاق كتزاد، الدمار جاي على شكل شي موجه كتحبو شويه بشويه، حتى لواحد اللحظه ما غاديش نقدروا نرجعوا لله. انا عارف دابا كتحس بالكآبه، وحتى انا دايز من هادشي كامل، وانا قدرت نخرج من هاد القوقعه وجيت باش نقول لك راك في البلاصه الصحيحه. انا معاك باش نعاونك تفكر في هاد العقده، تفك حياتك من الداخل اليوم قبل غدا. ضربت الله على ديك السعاده اللي دفنتيها شحال من هذه. اول خطوه شنو غادي دير؟ اول خطوه هي غادي تابونا عندي. اول خطوه هي تقبل الماضي كما هو، ماشي تنساه، تقبله. انا فرحان حيت ما صدقليش داك البلان ودوزت وقيتها في الزنقه، حيت شكون ما كليتش التراب عمري كنت نحس بالحلاوه ديال الفريز. انا فرحان حيت قمعتني ديك الختنه حدا صحابي، حيت شكون ما وقعليش داك البلان ما كنتش غنقدر نثق في راسي ونواجه العالم بلا ما نتصور حتى شي واحد. ما كنلعبش الدور ديال الضحيه ولا نلوم على ناس اخرين. انا عارف هادشي شويه صعيب، وانت ولا انت يقدروا يكونوا وقعوا عليك بلانات بزاف اللي الحده ديالهم كثر وكثر. دراري يضربوك في صغرك، تعرضتي للخيانه وتجرحتي مزيان، والديك ما عندكش اولا ما كانوش كما بغيتيهم، اولا ديما كيطيحوا منك الا ما قريتيش وما مشيتيش مزيان. كل واحد فينا اللي عنده ضربات كثار اللي مع الوقت كبرات وخلات فراغ كبير، فراغ اللي كنعمرو بالمخدرات، الكيمين والحوايج الخايبه. كنحاولوا نتجنبوا ستريس باي طريقه. شوف فيا خويا ولا اختي، الحقيقه هي حاجه واحده، الا بغيتي ترجع ديك السعاده اللي كانت في الباك ولا قبل الباك، بغيتي تعيش بنفس النيفو، ما ترضيش حياتك بشحال ديال الفلوس عندك، ولا شكون انا، واش انا طياح، ولا واش صحابي، واش فلان، واش حتى حاجه ما غادي تهرسك. خاصك تقبل الماضي ديالك، خاصك ما تهربش من الستريس. النصيحه باش نختم بها هاد الهضره، خلي كل واحد الذكاء ديالو باش غادي يفهم. ها انت جرب
جرب تجلس بوحدك وحيد اي حاجه، جلس مع راسك ساعه بلا حتى حركه، بقى كتشوف غير في الحياه. هنا غادي تعرف الحياه ديالك كئيبه بلا مؤثرات خارجيه.